تصدق إن في ناس نايمة في بلد وبتصحى من السرير تلاقي نفسها في بلد تانية، وفي كافيه ممكن تقعد تشرب فيه قهوتك وانت رسميا واقف بين حدود دولتين. أهلا بيكم في 5 جنان. دي مدينة صغيرة اسمها بار اللي موجودة بين هولندا وبلجيكا. الحدود مش مجرد خط على الخريطة، دي فعليا مرسومة على الأرض وسط المدينة. يعني ممكن تلاقي نفسك ماشي في الشارع وفجأة تعدي خط أبيض على الأرض يقولك إنك عبرت من هولندا لبلجيكا، والعكس صحيح. الطريف في الموضوع إنك ممكن تكون قاعد في نص مطعم، نص الترابيزة بتاعك في بلجيكا والنص التاني في هولندا. كمان في بيوت في المدينة دي ليها بابين، باب بيطلعك في هولندا والباب تاني في بلجيكا. حتى إن الناس هناك بيلعبوا على القوانين الضريبية، لو الضرايب أقل في بلجيكا ممكن ينقلوا مكتبهم للجزء اللي هناك. إما على الحدود بين ولاية فيرمونت الأمريكية ومدينة كندية صغيرة اسمها ستانستيد، في مبنى فريد من نوعه، مكتبة هاسكل. المكتبة دي مبنية حرفيا على الحدود بين البلدين، والناس اللي بتيجي تقرا فيها بيبقوا قاعدين في مكان نصه في أمريكا ونصه في كندا. وأغرب حاجة بقى إن لو دخلت المكتبة من باب أمريكا وخرجت من باب كندا بتبقى فعليا عبرت الحدود من غير جواز سفر أو تفتيش. طبعا ده مكان مميز جدا للمكتبيين والسياح اللي بيحبوا يحسوا إنهم قاعدين في دولتين في نفس الوقت. ولو نروح للحدود بين الهند وبنجلاديش، فالحدود دي تعتبر أكتر الحدود تعقيدا في العالم. تخيل كده إن في قطعة أرض هندية جوه بنجلاديش، وجوه الأرض الهندية دي في قطعة بنجلاديشية، وجوه القطعة البنجلاديشية دي في قطعة هندية، وهكذا. يعني زي العروسة الروسية اللي بتفتحها وتلاقي جواها عروسة أصغر. الأماكن دي اسمها انكليفز اند كاونتر انكليفز، وكانت دايما مصدر حيرة للسكان. الناس اللي عايشة في المناطق دي كانوا بيلاقوا صعوبة في حاجات زي إنهم يروحوا المدرسة أو المستشفى، لأنهم لازم يعدوا على مناطق لدول تانية في كل خطوة. إما الحدود بين أسبانيا والمغرب، فأسبانيا عندها حدود برية مع المغرب، وده مش بسبب إن أسبانيا جنب المغرب على الخريطة، لكن بسبب وجود مدينتين أسبانيتين اسمهم سبتة وماليليا موجودين فعليا في شمال أفريقيا. المدينتين دول إسبانيين من مئات السنين، لكنهم على أرض مغربية. الحدود هنا شديدة الغرابة، لأنك بتلاقي سياج عالي بين المدينتين وبين المغرب، وكأنك واقف على نهاية أوروبا وبداية أفريقيا في نفس اللحظة. ونروح للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فتعتبر من أخطر الحدود في العالم. المسافة بين الدولتين فيها منطقة اسمها منطقة منزوعة السلاح، وهي مش منزوعة من أي حاجة، بل بالعكس هي من أكتر الأماكن اللي فيها عساكر وأسلحة. في مبنى صغير جوه المنطقة دي اسمه بيت الهدنة، النص الشمالي بتاعه بيخص كوريا الشمالية والنص الجنوبي بيخص كوريا الجنوبية. الطريف إن العساكر اللي بيحرسوا الحدود دي واقفين بالظبط على الخط، واحد في كوريا الشمالية والتاني في كوريا الجنوبية، وكأنهم واقفين في حلبة ملاكمة لكن من غير ما يتكلموا مع بعض. وفي منطقة حدودية بين بولندا وأوكرانيا في ممر مشاة غريب جدا بيتسمى ممر المشاة الأخضر. الممر ده موجود في غابة وطوله حوالي 500 متر، وهو مخصص بس للمشاة اللي عايزين يعدوا من بولندا لأوكرانيا أو العكس. الممر ده جواه طبيعة ساحرة، وكأنك بتعدي من عالم لعالم تاني بمجرد ما تخطو عليه. الناس اللي بتمشي هنا بيحسوا كأنهم في رحلة في الطبيعة بين دولتين. الحدود بين مصر والسودان دايما مسار جدل بسبب منطقة صغيرة اسمها مثلث حلايب. المنطقة دي بتمتد على مساحة حوالي 20,000 كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ومصر والسودان بيقولوا إنها بتاعتهم. اللي أغرب في الموضوع إن في نفس الوقت اللي الدولتين دول بيتنافسوا على المنطقة دي، في منطقة تانية جنبها اسمها بئر طويل اللي محدش عايزها، لأنها مجرد صحراء فاضية وما فيهاش أي حاجة مغرية. وفي منتجع تزلج موجود في النرويج واسمه ترايسل. المميز فيه انه قريب جدا من حدود السويد. الفكرة انك ممكن تتزلج من النرويج على منحدر وبعد شوية تلاقي نفسك في السويد ومن غير ما تاخد بالك. الناس اللي بتحب التزلج بيشوفوا التجربة دي ممتعة جدا، انهم يقدروا يتحركوا بين بلدين وهم بيلعبوا رياضة مفضلة ليهم. واخيرا وليس اخرا، واحدة من اكتر الاماكن جمالا في العالم هي شلالات إجوازو، واللي بتمثل الحدود الطبيعية بين البرازيل والأرجنتين. الشلالات دي مش بس مدهشة من حيث المنظر، لكن كمان الحدود بين البلدين بتمر حرفيا في نص الشلالات. يعني ممكن تكون واقف في البرازيل وتبص على جزء من الشلالات اللي في الأرجنتين، والعكس صحيح. لو أول مرة ليكم معايا في القناة بطلب منكم تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يجيلكوا الإشعار بأي حلقة جديدة. شكرا.